ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسلامه. النهارده بقى يا حبايبي هنعمل ايه؟ الفلاحي، الجبنه الفلاحي بقى الجميله الطريه العسل كده يا حبايبي. قشطه قشطه بقى بالصلاه على النبي. لايك حلو كده لمنوره واشتراك معاها في القناه عشان نعمل بقى الجبنه الفلاحي كده، او 2 كيلو لبن جاموس يا حبايبي، ونعمل الحلويات دي. لايك حلو كده من ايديكم، واهم حاجه تصلوا على النبي واشتراك حلو يا حبايبي. الاكل البيتي يا حبايبي مفيش احسن منه. هنبدا كده بالصلاه على النبي. معنا هنا انا عملت في برام، حابه تعملي في برام ماشي عندك، حتى لو حتى جردل ماشي، اي حاجه. حله ماشي بس تكون ناشفه برضك. وفي الشتا دي بيبقى جميل خالص، وبيروب وبيعمل قشطه، وبيبقى بالصلاه على النبي، ولا هيقولك لا، وهيعمل في اي معون، اي حاجه عندك اعملي فيه. صلى على النبي بس كده يا حبايبي، ولا حلو من ايديكم. معنا بقى هنا البرام بتاعنا، انا فضيت فيه 2 كيلو ونص من اللبن. ده جاموسي يا حبايبي. تجيبيه من واحده كده حبيبتك تكوني موثوق فيها، وتقولي لها انا عايزه حاجه نضيفه. انا بيت اول ليله حطيته في التلاجة. طبعا هتحطيه على الرف عندك في الشبكه عادي خالص. بعد ما تصحي الصبح هتشيليه تاني، هتحطيه على الرخامه وهتغطيه يومين بكتير قوي 3. وهيبقى بالصلاة على النبي بالعسل ده. بس احنا ليه بنحطه في التلاجة؟ عشان يعمل معانا وش قشطة ويكون جميل كده. يكون كده حاجة ما شاء الله، الله اكبر، حاجة كده بالصلاة على النبي. انما لو انت حطيتيه بره مش هيعمل لك الوش القشطة القمر ده. الله يبقى حلو كده من ايديكم المنورة. واشتراك حلو معايا يا قلبي لو وصلت لحد هنا يا روحي. وهنشيل القشطه بتاعتنا القمر ديت بالصلاه على النبي. إيه اللبن ده يا حبايبي لما بتعمليه على ايديك الجبنه بتبقى ما شاء الله جميله خالص، غير ما انت بتشتريها طبعا من بره. إيه شوفي بقى ما شاء الله 2 كيلو من اللبن، 2 كيلو ونص من اللبن طلع لك ما شاء الله قشطه، وهيطلع لك جبنه وحاجه جميله خالص بالصلاه على النبي. معانا بقى هنا اللبن الرايب. إيه بالصلاه على النبي هنمسكه بقى. إيه نحطه في، هتجيبي حله طبعا من اي حله عندك المتوفر عندك اعملي فيه. وهنفضي بالصلاة على النبي اللبن الرايب بتاعنا، هنفضيه في قلب الحل. نحطه على البوتاجاز حاجة كده بسيطة، شايفين الجمال؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على حضرة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللبن الرايب بتاعنا ما شاء الله جميل خالص. ازاي؟ حاجة كده انت عاملاها على ايديكي، وروبت اللبن على ايديكي، وحاجة انت ضمناها وضمنة حلاوتها وطعمتها عاملة ازاي. الصلاة على النبي. هنا بقى يا حبايبي انت هتوطي النار خالص خالص، شمعة. احنا بندفي بس اللبن، شوفوا بقى لحد ما تشتعل النار واللبن يفتل منك، لا ما ينفعش. انت بتدفي بالتدفيه بس بسيطه زي دمعه العين، بس حاجه كده بسيطه. وتهدي النار وتتابعيه، مش تسيبيه وتنسيه لما يفتل منك، لا ما ينفعش. حاجه كده بسيطه وما بتكملش دقيقتين 3. وبتشيليه من على النار. انا معانا بقى هنا الحصيره بتاعتنا، حطيتها على الطبق عشان طبعا الميه اللي هتنزل منها. الميه دي يا حبايبي حابه تشيليها بتبقى جميله برضك، لو هتدخليها في اي معجنات او عجين برضك مع اللبن الرايب بتبقى جميل. ما بتقولش لا، وكلها خير ونعمه وفضل من عندك يا رب. الحمد لله يا حبايبي، كل حاجه حلوه في حياتنا وربنا يديمها علينا نعمه يا رب. هنا بقى يا حبايبي بدأت ان انا اصفي اللهم صل على النبي. الجبنه هتقعدي تجيبيها يمين وشمال، وتبدأي ان انت تجيبيها من الحصيره من اليمادي ومن اليمادي لحد ما تنزل معاك الميه اللي هو اسمه الشرش. الشرش الميه اللي بينزل ده يا حبايبي. وهتحطي بقى شعرة ملح. وهتبدأي ان انت تحاولي ان انت تبرمي الحصيره. عشان ايه؟ عشان بالصلاة على النبي يا حبايبي إيه تظبط معاكي رسمة الجبنة بالصلاة على النبي. وهتبدأي تثبتيها كده، وهتسيبيها معاها. اللهم صل على النبي. يعني لو انت عاملاها بالليل هتسيبيها لتاني يوم الصبح ان شاء الله. والف هنا وصحة على قلوبكم يا حبايبي. لايك بقى حلو للمنورة، واشترك معاها في القناة يا حبيبي لو وصلتوا لحد هنا. تاني يوم يا حبايبي بالصلاة على النبي انا كنت عاملاها، اللهم صل على النبي، كنت عاملاها الصبح. قطعتها ايه حوالي كانت العصر او المغارب كده يا حبايبي. اللهم صل على النبي. وبقت جميلة خالص والله العظيم، بيبقى طعمها بالصلاة على النبي حاجة كده جميلة ومفيدة لأولادك. لو ولادك ما يحبوش اللبن تحاولي تدخلي لهم الجبنة. وإن شاء الله هعمل لكم كمان طريقة للجبنة، لو ولادكم ما بيحبوش طريقة الجبنة القريش هعمل لكم طريقة جميلة خالص وهيحبوه. وهنبدأ بقى نشيلها بالصلاة على النبي على الطبق. هنا يا حبيبة حابة أعرفك معلومة، إن لما بينزل الشرش الجبنة بتبقى طرية. ما تحاولي ما تقطعيش الجبنة وتبقى ناشفة معاكي، خليها دائما تبقى طرية كده وجميل. يعني حتى لما ينزل منها الشرش في قلب الطبق ما تشيليش المية اللي بتنزل فيه. المية ديت بتتنها مطرية الجبنة ومحافظة على طراوتها وبتخليها جميلة. يا ريت بقى لو فيديو النهارده عجبكم، يا ريت ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك لمنورة كده، ولايك حلو من ايديها من ايديكم يا حبايبي. واسيبكم بقى في رعاية الله.